سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون شويه مختلف. غادي نشارك معكم واحد النهار مثلج جدا. غنشارك معكم ايضا طرا اللي غادي نحضر في الصباح بكري، وخرجه التلقيح ديال ولدي ريان. معكم واحد الجوله في ايكيا والمشتريات اللي خديت ديالنا. كما كتشوفوا فقط كنلقى واحد المفاجأة ديال الدنيا كلها مكسية بالبياض. طاح الثلج وطاح كتير عنا بزاف. واحد البرد قاصح. يعني مدة تقريبا ما طاحش عنا الثلج، وملي طاح هاد المرة طاح بشكل قوي. كما كتشوفوا كانت كتجروا الريح لدرجة انه غطى كل شيء. قاع الدنيا تكسات بهاد الثلوج. الحمد لله الثلج مزيان، ولكن ضروري ضروري خاص الانسان كتكون بزاف ديال الاحتياطات ملي كيكون الثلج. لما كتخص السياقه، كتخص شحال من حاجه. فالمنظر ديالو كما كتشوفوا هكا ومازال كيتساقط، يعني كيصبح داك الثلج كيعطيك غير العجز. ولكن ما يمكنش، فانا تابعني شحال من حاجه خصني نقضيها. فقلت لكم فاليوم ديالي ان شاء الله غيكون حافل. فخصني نرجع للدار دابا نفطرو ونرد الغدا، حيت خصني نخرج ندي ولدي يدير الجلبه. فغنبدا ان شاء الله من بعد ما فطرت غنبدا بالطاجين، غنردو يطيب ونخليه كيطيب، منقوص عليه حتى الاخر، حتى نمشي ندير الجلبه ونرجع نلقاه موجود. فكما كتشوفوا خديت الطاجين ديالي، درت فيه شويه ديال البصله، درت فيه طريفات ديال الدجاج اللي كان موجود عندي في الدار داك النهار، شويه ديال الثومه غبره والعطريه اللي معتاده كندير في الطاجين، الملحه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال البابريكا، وبطبيعه الحال الزيت البلديه ما نساهاش. خليت الطاجين ديالي شي شويه يتقلى، غنزيد ليه شويه ديال المعدنوس مقرد، ونبدا نوجد في الخضره اللي غادي ندير في الطاجين. فهنا درت الخضره اللي موجوده عندي في الدار، درت شويه ديال الجلبانه كما كتشوفوا فهي جامده. ستفت عليها دوائر ديال الخيزو، والبطاطا بطبيعه الحال ضروريه في الطاجين بالنسبه لي انا، لان ولادي عزيزه عليهم بزاف. مهم الخضره اللي كتكون موجوده في الدار، انا اختاريت هاد الانواع ديال الخضره، درت عليها واحد مطيشه مقطعه دوائر، وفلفله حتى هي دوائر كتعطي واحد المذاق زوين ديال الطاجين مع الدجاج، واحد القرن ديال الفلفل الحار. وبديت كنوجد واحد الزليفه فيها نفس العطريه اللي درت في الاول في الطاجين، كنخلط شويه شويه من الحاجه، وغنضيف ليهم واحد شويه ديال الماء، نخلط الكل ونضيف واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، نخلطها كامله ونسقي بها الطاجين من الفوق كما كتشوفوا، ونضيف واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، ضروري من داك الخويط ديال الزيت البلديه. وغنمشي نوجد شويه ديال الحامض مصير، فانا نسيتو ما ذكرت ما وجدتوش، وغنديرو من الفوق ونمشي. خليت الطاجين كيطيب فوق البوطه مهيله، وديت ولدي الجلبه كما كتشوفوا. في هاد البلاصه فين ديتو يجلب باقي ما طايحش بزاف، كتير كتير الثلج يلاه بدا كيقوى كما كتشوفوا. درت ليه الجلبه ديال تقريبا 3 سنين، ديال عامين ونص، حيت هو باقي ما كملش 3 سنين. وهنا كملنا الجلبه وغادي هابطين غنمشيو. وبطبيعه الحال كما دائما كنجي لهاد البلاصه
ضروري ضروري خاصني نتوقف باش نشرب واحد الكاس ديال القهوة اكسبريسو باش كيقاد شي شوية الراس. عادة هادي عندي فين ما كنجي ندي ولدي يدير الجلبة. رجعت للدار والطواجن ديالي لقيتو طاب كما كتشوفوا. انا عريت عليه شويه يبرد باش نتغداو، وبديت كنوجد في واحد شويه ديال الزيتون شريتو غنديرو مشرمل. فغندير فيه شويه ديال الهريسه الحمراء وشويه الهريسه الخضراء، شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال الزعتر، المعدنوس، الملحه، الابزار، البابريكا، وشويه ديال الوريقات ديال اليازير وحامضه معصره، وشويه زيت البلديه. فغنبدا على بركه الله نخلطو. غندير الهريسه هي الاولى ونزيد عليها الثومه، ونزيد شويه ديال المعدنوس كما كتشوفوا مقرد، الملحه، الابزار، هنا استعملت الابزار الابيض، شويه ديال البابريكا وشويه ديال اليازير. غنحك واحد الحكه ديال الزعتر بين يديا، وندير شويه ديال الزيت ونعصر واحد الحامضه عليه. فهادي هي التتبيله اللي كندير انا للزيتون، كيجي رائع في المذاق. وغادي نخلط كل شيء. غادي يبان لي الخليط انه ماشي حار بزاف، حيت انا عزيز عليا الحرور وتا ولادي وبنتي الكبيره وراجلي، ضروري خاصني نحررو شي شويه في الزيتون. غنزيد واحد الكميه ديال الهريسه وغنخلط، وغادي نحتفظ بالزيتون ديالي في الثلاجه بعد ما وجد. مور الغدا غسلت الماعن عادي كما اي نهار، ومن بعد توجهت خرجت انا والعائله ديالي لايكيا. غنديكم معايا ان شاء الله، ديروا معايا واحد الجوله. ماشي غادي نشري منها شي حاجه يعني محدده، ولكن عندي خاصني بعض الحوايج غندور ونشوف شنو. الا لقيت شي حاجه اللي يمكن لي نشريها غنشريها، ولكن شي حوايج ضروري خصني نجيبهم منها. فكما كتشوفوا الطريق عامره بالثلوج، فهما راه نقاو الدنيا شي شويه لان كان كلشي الطرقان كانوا عامرين، ولكن شويه بان ليا بدا الحال كيبان في الطريق. فتوجهنا لايكيا كما كتشوفوا. غندخلو نديرو فيها واحد الجولة، نشريو بعض المشتريات ونوريكم كاع المرافق ديالها وبعض الاسعار ديال المواد، ونشوفوا الجديد شنو اللي دخل الجديد في ايكيا. فبقاو معايا حتى تنشوفوا شنو غنلقاو في ايكيا، لأنا مده ما جيت ليها. هي الصراحه كتعجبني، فيها مواد وجوده زوينه، كتلقاي الاسعار حتى هي كتلقايها مناسبه. وكاين شي حوايج اللي كنفضل انا ناخدهم من ايكيا على بلاصه اخرى. فكما كتشوفوا انا غادي نصور لكم كاع المرافق. بقاو معايا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله.
هنا قربت لي الجولة ديالنا في ايكيا. ففي الاخر ديال الجولة كتلقى بلاصة الشموع، بلاصة لي بلونط، بلاصة الجردة. فهاد المنطقة بالضبط كتعجبني بزاف انا. كتحسي براسك وسط الطبيعة، وسط الروائح الزكية. فكتعجبني هاد البلاصة بزاف. كما كتشوفوا فيها ورود رائعة ونباتات، كاين اصطناعية وكاين طبيعية. هاد لي فاز تا هما دابا تشوفوا من بعد غير خديتهم من المشتريات. فالصراحة الانسان ملي كيجي لهنا ما كيسخاش، كيبغي يدي معاه بزاف ديال الحوايج. ولكن للاسف سالات الجولة ديالي هنا، ومن بعد غنمشيو نتعشاو في المطعم النيت ديال ايكيا. كل واحد غياخد شنو بغا. خدينا بيتزا، بطاطا، مشروبات، كل واحد على حساب الرغبة ديالو. كاين كوكا، كاين فرومبواز، وبطبيعة الحال المثلجات. ورجعنا للدار. هذه هي الطريق ديال الدار. فاخيرا وصلنا للدار، وان شاء الله دابا غادي نوريكم المشتريات اللي خديت من ايكيا. غنبدا بهاد الليغا اولا ديال السيليكون باش كنحميو يدينا من السخونيه ديال في الفران اولا د المقله. فخديته ب3.90€. هاد حامله الشموع عجبتني بزاف، فهي ديال الحديد. كيمكن لك تستعملها للشموع اولا لاي حاجه اخرى. انا خديتها على حساب الشموع، فخديتها ماشي غاليه بزاف. خديتها ب1.99€. هاد البالا بالشطابه ديالها حتى هي كانت خاصاني الصراحه. استعملت ديالي في الثلج وتهرست ليا، وخديت واحده اخرى خديتها تقريبا ب1.20€. هذه باش كنسدو الميكات ديال المواد الغذائيه. فخديتها ب2.50€. هاد الشبكه كتحط على لافابو ديال الماعن، عندها بزاف ديال الاستعمالات. عجبتني الصراحه. كاينه في الحديد وكاينه في البلاستيك. عجبتني هذه ديال البلاستيك فخديتها ب4€. هاد الشيته ديال الماعن كتلصق في لافابو، حتى هي خديتها ب99 سنتيم. هادو مجموعه ديال السرابت ديال الكوزينه، يمكن لك تغطي بهم الخبز اولا تستعمليهم كسرابت لمسح اليدين في الكوزينه ملي تكوني تقدي شغالك. فهما 4. ما غاليينش بزاف وفيهم الوان مختلفه. فخديتهم ب2.50€، 4. وخديت هاد حامل الهاتف ب2.49€. كنحطو فيه التليفون فوق البوطاجي ولا في الكوافوز عند راسنا ولا اي حاجه. خديت هاد الطباصل هادو فكنت شفتهم المره الاخرى وما لقيتش الكحل، لقيتو سالا. وهاد المره لقيتهم جابوه، فخديت واحد كبير بالنسبه للكيك اولا نستعملو كتقديم الطبق رئيسي اولا شي حاجه. وخديت هادوك الصغار خديت منهم 6. وخديت هاد لي فاز هادو راني كنت شفتوهم معايا في الفيديو، فكدايرين لهم بروموسيون، دايرين لهم اورو 30 لواحد. خديت منهم 3 ديال لي فاز بالورود ديالهم. هادو دايرين لهم 99 سنتيم الواحد. خديت 3 الالوان مختلفه، خديت الاحمر وخديت القهوي وخديت الابيض. كل واحد عنده نكهه مختلفه. كاين الفاني، كاين البيسكا اولا الخوخ، كاين الفرامبواز. كل وحده عندها نكهه وعطر مختلف. فغنحل معكم وحده تشوفوا كيفاش كيجيو المنظر ديالهم في الفاز. فهما عجبوني الصراحه، والرائحه ديالهم عطره بزاف بزاف. والميزه اللي فيهم انهم الا بدات الريحه ديالهم كتسالى فكتجيبوا هذوك الزيوت الاساسيه وكترشوهم عليهم، كتبقى دائما العطر ديالهم فواح. تقدري تبدلي العطر ديالهم وقت ما بغيتي غير بهذوك الزيوت اللي كيتباعوا معطره. فهذا هو المنظر ديالو كما كتشوفوا. واش خديت 3، واحد للصالون وواحد نديرو في الحمام وواحد نشوف فينا نديرو. كما كتشوفوا هاد الاحمر الصراحه عجبني بزاف المنظر ديالو، مع فيه بعض
الورود في الاخضر. وهذا بغيت نزيدو معكم، هو ما شريتوش الصراحه من ايكيا، كنت شاريها من قبل ولكن عجبتني الجوده ديالو، بغيت نوري لكم. فهذه طاوه ديال لازانيا اولا ديال الكيك، يمكن لك تستعمليها عده استعمالات. شريتها ب10 اورو من ليدل، فزوينه، صدقات الجوده ديالها زوينه بزاف. وهذه حتى هي شريتها من واحد سوبر مارشي حدايا، قال لي صغير بزاف ماشي كبير، سميتو ديبيو. عجبتني هاد الطنجره بزاف، عندها جوج استعمالات. فهي كما كتشوفوا فيها 3 ديال لي بيس، فيها طنجره تحتانيه وفيها الشبكه وفيها الغطاء، وثقيله ما نقول لكم شحال متينه، والثمن ديالها ما نقول لكم شحال رخيصه. فهي كما كتشوفوا كتستعمليها كطنجره عاديه، طيبي فيها، ثقيله بزاف. وعندها الشبكه ديالها كدار من الفوق الا بغيتي تسلقي الباستا اولا المقرونيه، هي دايرينها على حساب الباستا ولكن انا يمكن لي نوظفها لجوج حوايج. كما كتشوفوا ثقيله، ثمن هذيك الشبكه ديالها متينه مزيان، وعندها الغطاء ديال الدجاج كما كتشوفوا. فهي عجبتني بزاف وخديتها. كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما نكونش تقلت عليكم بزاف بهذا الفيديو، وتكونوا استفدتوا معايا ولو شويه باللي قدمت لكم فيه. فانا حبيت نشارك معكم نهاري كي داز في يوم ديال الثلج، وخصني نخرج نقضي شحال من حاجه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنتمنى كيف العاده كما عودتوني تساندوني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم الدائم ليا، وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف لانكم في حياتي. وكنتمنى اننا نتلاقاو بصحه وعافيه في فيديو اخر ان شاء الله.